الحقيقة. عندما يعود يامان إلى منزله مع عائلته آل سويسالان بعد جنازة شقيقه أومت، يرحب بهم ألاز بحقيقة ستفاجئ الجميع. هذه الحقيقة هي أن والد يامان علي هو الطبيب جوفين أيدينا. ولن يكون يامان علي هو الوحيد الذي سيهتز، ففي الوقت نفسه سوف تهتز اللبنات الأساسية للسويسلانيين واحدة تلو الأخرى. وبينما تهتز هذه اللبنات الأساسية، يشعر سرحان الذي يلعب دور الأب والزوجة المظلومين بالضغط من حقيقة أن متينة لن تترك شيبنام وابنتها رؤيا بعد لآن. على الرغم من أن رؤيا تحاول فهم ما فعله والدها متينة ووالدتها شيبنام اللذين عادا إلى المنزل بعد سنوات، إلا أن متينة مصمم على الفوز بقلب ابنته. بغض النظر عن مدى محاولة شيبنام تخويف ميتين، فإن دافعها لاستعادة ابنتها لن يردع ميتين. وبينما يقول والد يامان جوفين أيدينا الحقيقة للجميع، فإن هذه الحقيقة تضع نسلهان في موقف الأم الكاذبة التي احتفظت بهذا السر لسنوات، وخاصة ألاز وتشاغلا غاضبان جدا من هذا الموقف. وفي حين أن شعور الحداد يؤلم كل شبر من جسده، يختفي مان علي الذي تهتزه هذه الحقيقة. البوصلة التي تجد يامان علي ستكون رؤيا مرة أخرى. يشعر يامان علي بأنه لا ينتمي إلى أي مكان بعد كل هذا، ويعود إلى أخويه أسي وجسور. ليلة رأس السنة تأتي وتذهب، تعود جه إلى المنزل بينما تعاني من مرارة الشفاء بقلب أموت، وبينما يتطبيع سويسلان قليلاً، يواصل يامان العيش في حيه القديم مع شقيقيه جسور وأسي. نرى لاز منتفخا من كل ما حدث ولا يستطيع هضمه كله. إذن إلى أي مدى يمكن أن يذهب ألاز في هذه الحالة؟ من سيعاني من الشعور بعدم القدرة على استيعاب هذه الحقائق؟ ويحاول لزق تليمان ورايا لعدم تحمله رؤيتهم مع بعض، واخرج سريعا ورائهم ووقعهم في الفخ محاوله منه لقتله هو ورايا.